والأفلام. حكم المسلسلات والأفلام يعني ما ذكرت الوقت في السؤال الثاني أو الأولاني من يعني أسئلة هذه الحلقة المباركة. أقول المسلم يجب أن يكون حريصا على وقته، ووقتك هو حياتك، الوقت هو الحياة. وإذا يعني كان يقول عبد الله بن مسعود: ما ندمت على شيء كندمي على يوم مر قل فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ما ندمت على يوم كندمي على يوم مر قل فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وكان السلف يقولون: إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أقتبس علما فما ذاك من عمري. فأنا يعني أقول للمسلم والمسلمة: لا تضيع وقتك في مثل هذا، في مثل هذه المسلسلات وفي مثل هذه الأفلام التي ربما لا تعزف إلا على وتر الجنس إلا على وتر الدعارة وإلا على وتر القيم الخائنة. يعني قد تقف تجلس أمام فيلم كامل أو أمام مسلسل كامل كل حلقاته لا تنبني إلا على الخيانة. امرأة مظلومة مسكينة يا عيني في البيت لأن الرجل مشغول طوال اليوم بالشغل وسايبها، فهي مسكينة بقى مش عاوزة، مش لاقي حد يقول لها بحبك، ومش لاقي حد يقول لها ده انت عين، فتعمل ايه؟ تروح بقى تحب واحد تاني عشان يقول لها بحبك. ايه الخلل ده؟ ايه الخلل ده؟ تأصيل لمعاني الخيانة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يليق أبدا أن يقدم هذا بدعوى الفن. أي فن هذا الذي يؤصل الرذيلة ويهيج الغرائز الهاجعة ويثير الشهوات الكامنة أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم من أهل العقل ومن أهل الفهم، وأن يجعلنا من أهل البصيرة ممن يدركون شرف زمانهم وقدر وقتهم ويعرفون قدر النعمة التي هم فيها، ألا وهي نعمة الفراغ. يا أخي لا توظف الفراغ في مثل هذا، وإنما وظف الفراغ فيما ينفعك في دينك ودنياك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا لكم من أهل الآخرة، ولا يمنع ذلك أبدا أن نكون هنا نعمر للآخرة ونحن في دنيانا. فلست درويشا أهرف بما لا أعرف، لأنني أعي يقينا أن الدنيا هي مزرعة الآخرة. الدنيا